السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم معز فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الفل، صباح الجمال، احلى صباح عليكم. صباحكم مشرق بنور الله. صباح جبر الخواطر، ربنا يجعل الايام اللي جايه كلها جبر خاطر لكل الناس. طبعا اول ما الجو يفتح ويبقى الجو جميل كده هوت، بنجري على الغسيل نغسل غسيلنا ونجري على البلكونه ننضفها. طبعا انا شغلت الغساله اول ما قمت من النوم، اول ما لقيت الجو مفتح، وطبعا مش هينفع انشر في البلكونه بالمنظر ده. دخلت بقى، رحت كنساها وجبت بقى كروانه ميه ربس وكلور، واديتها كده هو. وقلت ايه، اسيق البلكونه واغسل الجدار عشان هنشر على الحبل بره، لان انا منشره جوه الغسيل بقاله يومين بسبب الشتاء، مش عايز ينشف. فابتدي بقى اغسل كده ايه ورا بعض. هنا بصوا البلكونه نشفتها وسيتها زي الفل. هنا بقى كنت غاسله سويترات وجواكت وحاجات ياما، وهنا كان غسيل بقاله يومين ايه على الحبل. هنشر غسيل وهندخل بقى نقول لكم هنعمل اكله شتويه حرشه، اكله هتدفينا جامده من الاخر. تمام، بصوا انا نشرت الغسيل وخلصت. بصوا، وسيب بقى الغسيل ده برضو ايه يتهوى كده والشمس كده طالعه، وبرضو في نفس الوقت انا مشغله الغساله جوه. فيلا بينا بقى على المطبخ نعمل الاكل بتاعنا. انا النهارده بقى هنعمل اكله شتويه من الاكلات الجميله جدا المحببه على قلبي. انا هنا هوت هتبقى بالنسبه لي سهله وبسيطه، ومش هتاخد مني وقت لان معظم الحاجات هكون انا مفرزاها في البيت. طبعا اللي انا حطيته في الحله دوت، كنت حاطه حله على النار فيها حبه ميه ونقطه خل عشان الحله ما تسودش، وطلعت من الفريزر كيس ورق عنب من اللي احنا مفرزينه، ونزلت جبت من تحت حبة خضرة وكوسة وفلفل، وبقية الحاجات كلها عندي موجودة في البيت. عندي رزي، عندي طماطمي، عندي كل حاجة الحمد لله. فالموضوع هيبقى سهل ايه وبسيط. فانا نضفت الخضرة بتاعتي، وهنضف كده الكوسة وهنضف الفلفل، اشطفهم شطفة كويسة قبل ما اقمعهم عشان ما يبقاش فيهم طينة واحطهم في المية. لا انا بحب اقمع، اقور قصدي الكوسة واقمع الفلفل كده هوت، واحطهم في مية بملح، لان انا الكوسة بتبقى عادبة. باحب احط الملح عشان باحب الحاجه مزز شويه، انا مش باحب الحاجه عذبه، باحب الحاجه مززه او الملح بتاعها بيكون مظبوط. فانا هنا كنت جايبه فلفل كوبي لولادي بيحبوه، وجايبه ليه انا الفلفل الطويل ده بعشقه. باحب اعمل محشي فلفل من الطويل. بقول بتاع الخضار بيقول لي ازاي بتحشيه، مش مصدق. فانا كده نضفتهم واخدهم اشطفهم شطفه كويسه، وايه وهنقور ايه الخضار بتاعنا مع بعض. جبت ميه حطيت عليها ملح وغسلت خضرتي وحطيت عليها ميه بخل. وبصوا بقى بالمقوره هشيل القلب بتاع الفلفل. اما تيجي تجيب الفلفل الطويل ده، الفلفل ده بيبقى تحفه، وساعات بيبقى حامي، وهو الفلفلايه كبيره كده بجد طعمها ولا بتخلي الريحه. لكن الكوب ده انا بعمله لاولادي مش ليا، انا ذات نفسي ما ماليش فيه يعني. فانتوا بقى عارفين بقى المحشي اليومين دول في الشتاء بقى الله. يا سلام الاكلات بقى اللي هي بتدفي في الشتاء، فتة العدس، المحشي، الخضار. يعني معظم الشتاء عايز الاكلات ديت. وطالما عندك الحاجة موجودة في البيت ومفرزاها فبتوفر عليكي كتير. طبعا انا عشان خاطر الورق العنب طبعا عندي، طبعا وفر فلوس ووفر مجهود. عندي كمان يا جماعة الخلطة، خلطة المحشي انا مفرزاها وحطيها في الفريزر. هطلع الكيس او الكيسين من الفريزر احطهم على النار لحد ما ايه ما بقور بيكونوا فكوا والدنيا تمام. بصوا والكوسة بصوا جميلة صبحة وجميلة، بصوا بقورها. كنت الكوسة هنا انا فاكرة جايباها ب 18 جنيه، بس كان المحشي اقسم بالله العظيم جامد من الاخر، كان طعم حلو جدا. وانا بحب احط الكوسه مع الورق العنب مع الفلفل مع كله، كله بيدي طعم. والكوسه الورق العنب بيديها سنه ايه المزازه، بدل ما تبقى عدبه بالنسبه لي بتبقى حلوه. انا ما بحبش اكل الكوسه لوحدها ابدا. فانا كده هقور كل الخضار بتاعي. وطبعا انا يا دوبك ورق العنب الميه غلت رحت طافيه عليه، يعني ما خليتوش غلى في الميه. هطلعه واحط عليه حبه ميه بارده واسيبه يتصفى، لان هو اصلا يعتبر ايه خلاص ده اتفرز واخد وقته في التلاجة، يعني مش عايز اكتر من كده. هنا بقى كيسين الخلطه اطلعهم من الفريزر هما زي ما انتم شايفين، احطهم كده على نار هاديه يفكوا، وايه لحد ما احضر بقيه الحاجه بتاعتي. بجد اصبح الموضوع معايا سهل وبسيط وموفر، وما كلفنيش كتير. لانك انت لو هتعملي له محشي من اوله لاخره هتلاقي نفسك بتصرفي كتير وبياخد منك وقت كتير، بتبقي شايله همه جدا وبتبقي يعني ايه مستثقله الموضوع. لكن لما بتكوني مفرزه والحاجه في الفريزر عندك وفرتي وقت ووفرتي فلوس، بيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل وبسيط.
هنا بقى يا جماعة التست بقى العالي اللي هيخلي خلطة المحشي ليها ريحة وطعم جبار. انا طبعا حاطة في الخلطة بصلة وخضرة وطماطم وكل حاجة، بس مش بحط اي بهارات. بجيب بصلاية كده بخرطها رفيع، تمام، وبخرط حبة خضرة بيدوها تيست. بس بدعك حبة البصلة دي بالملح وبالفلفل واحط عليها الخضرة. يا سلام بقى، يا نهار ابيض على الريحة والجمال. بجد هتاكلي احلى طبق محشي، وخصوصا كمان لو حطيتيه في طاجن. يا سلام يا سلام على الريحة والطعم. بجد بجد المحشي ده من الاكلات الشتوية والصيفية، وفي أي وقت بنموت فيه وبنعشقه. ولادي أول ما جم من بره، يعني كان بنتي عندها درس في البيت وابني كان بره عنده درس. أول ما ابني جه وشاف إن أنا بعمل محشي، الله يا ماما، بجد يا ماما كان مبسوط جدا إيه بيه. وعايزة أقول لكم، اللي أنا كنت بشتغل في المحشي وغسلت مواعيني ونزلت رحت مشوار، وكان عندي مدرسة في البيت وجيت سويت المحشي، تحسوا ان اليوم كان فيه بركة. الحمد لله رب العالمين ان انا ببدأ بذكر الله وبالاستغفار وبالصلاة على الرسول، ربنا بيبارك في يومي. ربنا يا رب يبارك في ايامكم كلها ويجعلكم مجبورين الخاطر، ويرزق كل الناس يا رب، ويفك كرب كل متضايق، ويجعل الايام اللي جايه دي كلها فرحه وخير وبركه على امه الناس اجمعين. الايام الجايه يا جماعه كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص قرب، واحنا كده هوت يعني برضو في شعبان خلاص قرب ينتهي. فيا رب يا رب كده يجعل ايامنا كلها بركه وخير. تمام. انا هنا بقى حطيت الخضره على البصلايه على الرز، وهنزل بقى ايه بالخلطه اللي انا عاملاها دي مسبكاها. بس انا بحب يا جماعه ازود الطماطم، بحس لا لازم يكون لونه احمر. بصوا هنزل تاني وهقلبه بقى تقليبه كويسه، وانزل بالبهارات بتاعتي. هنديها بقى حبه فلفل اسمر، وحبه ملح، وحبه كزبره ناشفه، وحبه زيت. ولزوم بقى زياده الحمار معلقه صلصه، عشان زي ما قلت لكم انا بحب المحشي بتاعي احمر. والطماطم الزياده بتديله طعم حلو جدا. خلاص يبقى انا كده ايه، قورت الخضار بتاعي، إيه، عملت خلطتي، حضرت الرز وكل حاجه. هنا بقى برضو الحته دي بتدينا تيست ملهوش حل. انت لما تيجي تعملي الشوربه بتحطي عليها ايه؟ تحطي عليها بصل وجزر وطماطم. بيدي تيست للشوربه عالي جدا البصل والجزر والطماطم. برضو في نفس الموضوع هقطع بصل وجزر وطماطم، وبحطه في قعر الحله مع الميه اللي انت بتحطيها، وبتستوي مع بعضها، بتدي طعم وتست للمحشي فظيع. بس انا هنا تقريبا ما كانش عندي جزر، حطيت بصل وطماطم. بس لو في جزر بيبقى برضو طعمه حلو قوي، بس انا مش فاكره كان في جزر ولا لا بصراحه. وغير كده باكله مع المحشي، باخده كده بالمعلقه، تحفه. هي طماطمتين مع بصلايه مع جزرتين، فبيدوكي التست العالي ده جامد قوي. هاخدهم كده في الطبق بتاعي، لان انا طبعا انا بحب اكل المحشي بتاعي طازه، فبعمله على حلتين، حله سواها النهارده وحله سواها تاني يوم. ما بعرفش اكل محشي بايت ابدا. هنزل كده في قعر الحله بالطماطم والبصل بتاعي، ولو في جزر، ويستحسن لو في جزر. وهنبتدي بقى نحشي المحشي بتاعنا الجبار. طبعا انا هعمل كام واحده قدامكم، واخد حاجتي على صينيتي حبيبتي والكنبه بتاعتي، واحط كوبايه الشاي جنبي، وابتدي بقى احشي ايه المحشي بتاعي. ورق العنب هتيجي بقى تحطي جوه الرز الخشنه من جوه والورقه الناعمه من بره، وهتلفي زي ما انا بلف كده. قبل كده كنت منزله لكم فيديو اللي انا لفيته بالكيسه، كان حلو جدا. ومره لفيته على الطبق. بس انا بالنسبه لي اللفه السهله الجميله، وبصوا عايزه اقول لكم ما بياخدش مني وقت في اللف. انا بحب احط المحشي ورق العنب من تحت، وعليه الكوسه والفلفل، لان لما بحط الكوسه من تحت بتتهري، لكن الورق العنب ماسك نفسه. وكمان لما بتحطي ورق عنب من تحت وورق عنب من فوق بيدي الكوسه والفلفل مزازه وطعم هايل وجبار. بصوا هنحشي بقى كده اول صف من تحت، وبعد كده ايه هنحشي الكوسه.
عايزة اقول لكم في الجو البرد ده يا سلام بيدفي بيدفي. هنا بصوا بقى حشيت اول طبقة. هنرجع بقى نحشي الكوسة، بصفيها من المية وبتحشي تلات ارباعها وتسيب الربع الاخير عشان الرز لما بيستوي بيطلع لفوق ما يطلعش منه ويملى الحلة. تدخلي بصبعك كده وبتنضفي الكوسايه ايه بتاعتك. يعني ولا الكوسه ولا الفلفل ولا البتنجان تحشيهم للاخر، بتسيبي كده ايه ربعها، لان انت طبيعي الرز بينفش بيستوي، فما ينفعش. الناس المبتدئين العرايس الجداد تسيب الربع الاخير. لما تيجي تحشي الورقه الخشنه من جوه والناعمه من بره. زودي الطماطم، البصلايه النيه والخضار الني بيدي تيست عالي جدا. الجزر والبصل والطماطم تحت المحشي بيديله طعم رهيب وتحفه زي الشوربه بالظبط. فالحاجات دي بتدي تيست عالي للمحشي بتاعنا. تمام. والفلفل هو كمان هنحشيه. تحشي يعني وتدبيه كده على اي حاجه جنبك عشان الرز ينزل تحت. وبرده الفلفل برده مش هتمليه للاخر، وتوقفي كده ايه في الحله بتاعتك. هنا بصوا بوريكم انا بص بحط فوقيه ازاي. انا هنا بصوا حشيت بقى الحلتين بتوعي، وتفضلوا حبه رز لفتهم في ورق، لاني لو عملتهم في حله لوحدهم ولادي مش هياكلوهم، فكده هياكلوهم. طبعا انا عامله حله النهارده وحله لتاني ايه يوم، هغطيهم بقى واركنهم على جنب. مش هسوي دلوقتي لان انا ايه هشطب مواعيني وهنزل ايه واجي. طبعا هي المواعين مش كتير، هي مجرد مواعين الفطار والمواعين اللي انا حشيت فيها المحشي، كلها حاجات كبيره. ان شاء الله مش هتاخد ايه مني اي وقت، مع الميه السخنه كده هوت بتدفيني، ما بحسش باي تعب. لكن لو هغسل بميه ساقعه ببقى بصوا هموت مش عايزه اغسلهم. لكن طول ما في ميه سخنه بتدفيني والبخار بيطلع عليا بيدفيني وما بتاخدش مني ايه اي وقت. طبعا بقى يا جماعه انتوا عارفين بقى كلها يعني اسبوعين او حاجه زي كده يعني ورمضان داخل علينا. فالمفروض انت من اول الشهر او من الشهر اللي فات بتبتدي تحضري تحضيرات رمضان، لانك انت لما بتيجي تحضري التحضيرات كلها مره واحده طبعا على رب الاسره بيبقى الموضوع جامد جدا وصعب عليه، خصوصا في الغلا والدنيا الصعبه اللي احنا فيها. فالمفروض من الشهر اللي فات او من اول الشهر او ابداي من دلوقتي حسب ظروفك، ابداي جيبي في حاجات مثلا وخليها في البيت. مره تجيبي رز وتركنيه، مره تجيبي دقيق وتركنيه، مره تجيبي فراخك وتركنيها، مره تجيبي البلح وتركنيه. البلح عايزه اقول لكم اسعار البلح اليومين دولت، انا جبت النهارده بلح بصوا انا لقيته في الهايبر اسعاره 50 حاجه و50 48 45. بس انا جبته من حد عندي في الحنفيه عطار، اول عطار على ايدك اليمين مش داخله الحنفيه، جبته ب 38 جنيه، جميل جدا. البلحه اللي هي ملدنه يا جماعه الطريه اللي هي بتنفش في قلب الميه، ما تجيبيش البلحه الناشفه، تجيبيها كده متختخه عشان تتخي معاكي لما تحطيها في الميه تنفش. بصراحه يعني حبه بلح بصراحه عجبوني. جبت ايه منه النهارده. طبعا سالت على السمنه الروابي اللي هي الهولندي العاديه، لقيتها عندي لقيتها ب 110، ماما بتقولي ب 120. البهارات طبعا غاليه جدا. انا جبت اول الشهر رحت جبت كمون جبت فلفل، يعني على قد ما اقدر كل فتره كده بجيب حاجه. جبت مره رز، رحت المره دي جبت بلح، مرة تانية هجيب فراخي، مرة تانية هجيب سمك. لأن أنا في رمضان ما بنزلش أشتري أي حاجة وما بجيبش أي حاجة من تحت، بطلع من الفريزر واشتغل. وغير اللي أنا يعني بيوفر معايا وقت. وكمان حاجة تانية يا جماعة، اللي في رمضان الأسعار بتتضاعف بتبقى أوفر. بيقولوا لك ايه غصب عنك هتجيبي وهتاكلي، لان عارفين الناس في رمضان بتاكل بتحب تاكل وفي عزومات كتير، فغصب عنك غير الرخيص هتشتري. فانا بحاول على قد ما اقدر اظبط الميزانيه، بحاول على قد ما اقدر اوفر وقت اوفر فلوس. اي نعم برضو الاسعار بقت اوفر، بس لحد ما اهو بعمل اللي اقدر عليه. بنحاول نساعد رب الاسره ونساعد نفسينا، لان احنا معظم ايام رمضان بيكون فيها يا جماعه عندنا امتحانات ومذكرات ومذاكره وكده. ربنا يكون في عون كل واحد ويجبر كل واحد يا رب ويجعله مجبور الخاطر قدام ولاده، وما يقللش من اي اب او يحرج اي اب قدام ولاده. يجعل بيوت الناس كلها عمرانه بالفرح وبالخير، اللهم امين يا رب. ويستر الناس كلها ويفك كرب الناس كلها. تمام. فانا بحاول على قد ما اقدر كل يوم ايه يعني مش كل يوم، يعني كل فتره كده يبقى معايا اي مبلغ انزل اجيب ايه حاجه. يعني انا النهارده جبت البلح، من فتره جبت الرز. زهران كان عامل عروض على الرز، كان عامل الكيس عامل حوالي 25 جنيه ونص، فجبته لان الرز بحاجه و30. دلوقتي عامل برضو عرض على الدقيق، بس رحت عشان اجيب الدقيق
ما لقيتوش لإن الدقيق كان عامل 25.5 برضه الدقيق اللي هو ميس كارما، لكن هتروحي في رمضان تجيبي الدقيق طبعًا عشان الكحك والبسكوت هتلاقي الأسعار إيه over وفوق يعني. طبعًا وأنا بُصّوا باتكلم معاكم حبة المواعين خلصوا، وهاشطّب الحوض بتاعي وهاخد بعضي وهالبس وهانزل، هاروح أجيب لبنتي كُتب وهاجيب حبة حاجات ناقصاني واطلع على طول. طبعًا بُصّوا أنا هنا طلعت بهدومي، قبل ما أقلع هدومي قُلت إيه أحط المحشي يستوي على النار ياخد وقت لإنه مش بياخد أكتر من نُص ساعة. جِبت حبة مَيّة في البولة كده وهاحط عليهم حبة ملح ومعلقة صلصة، وقلّبيهم بقى وجيبي طبق كده وحطيه من فوق الوش عشان الملح ما ينزلش على المحشي على طول، وإيه وحطيه على النار واطية كده ويا سلام بقى وشمي ريحة المحشي في الشقة. بجد، بجد ريحته فظيعة، بيدّي بجد المحشي فعلًا فضّاح. لو أنتِ بتعمليه في البيت هتحسّي العمارة كلّها بتشم الريحة. مش هياخد وقت خالص. هاولّع بقى عليه النار وهاغطّيه واسيبه يستوي، نُص ساعة بالضبط هيكون استوي زي الرز بالضبط. بُصّوا، لحد ما غيّرت هدومي وصلّيت كان المحشي استوى، وكانت المُدرسة خلّصت، هانزل بقى كده أحطه كده في السيرفيس كده، ده السيرفيس مش طبق صغير، بس هو مش باين في الكاميرا. هابتدي بقى كده أنزل بالمحشي بتاعي، عيلي بقى واقفين جنبي يالّا يا ماما، هبّدي على الحلة يا ماما، اغرفي يا ماما. بنغرف كده السرفيس بنحطه قدامنا كل واحد الطبق بتاعه قدامه بيغرف فيه، لأن المحشي بيبقى سخن جدًا مش بنبقوا قادرين نحطه في بُقنا، وكلي بقى من البصل والطماطم دي اللي أنا نزّلتها. بُصّوا شكل طبق المحشي بجد جبار، غير طعمه بُصّوا ما لهوش حل هايل. يالّا بقى ما تبخليش بقى عليَّ بالكومنت الحلو والدعوة الحلوة منِّك، إلهي ربنا يرضيكِ ويكبر بخاطرِك، هتحطي لي كومنت ودعوة حلوة واللايك والاشتراك لقناتي، ولو الفيديو بتاعي عجبِك تعملي له مشاركة وتفعلي زرار الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.